خصوصيات الدورة ذي هي مسألة مسرحة الفضاء الحضري، وأنه مدينة قربة ترجع كما السبعينات والثمانينات وقت اللي كانوا ناس يجيوا للمسرح بسفاسر وعائلات وجو كبير ياسر. كنهار قعدت مع سي نور الدين الورغي، معناها كانت قاعدة مؤثرة جدا، حكى لي على عدة ذكريات، وحكى لي على الخصوصية النوعية للجمهور اللي يتفرج في قربة، واللي بدأ الجمهور متاع قربة يتبدل. قبل كانت تتقدم العروض الممتازة اللي يوقع إنتاجها، كانت تتقدم في قربة على ذكر أسماء كبيرة كما الفضل الجعايبي، كما حبيب شبيل، كما نور الدين عزيزة، كما برشا معناها ناس قدموا أعمال ممتازة. وعلى إيقاع الأعمال الممتازة ذيك كان جمهور قربة كله إصغاء والذيقة متاعو تربيت بالكدا. في السنوات الأخرى بدأ يتراجع. أول سبب هو قيمة العروض، ثاني حاجة ظروف الانفراستركتور متاع المسرح، لأنه المسرح تبنى قبل في الخلاء، توا ولا يعتبر في وسط المدينة، كراهب ماشية جاي من كل بقعة، أعراس معناها في قاعات أفراح من هنا ومن هنا، بدأت الخصوصية بدأ يتراجع الجمهور هذاك. احنا الفضاء هذا الرسمي اللي ولا ما عادش يلبي الرغبة وطموحاتنا، حبينا نقطع معه نوعا ما. كان عروض المسابقة تصير غاديكا ونمشيو، حبينا نمشيو للجمهور داخل المدينة العتيقة. عملنا تجربة يوم 12 أوت، حبينا نجسوا النبض متاع القاعدة الاجتماعية اللي موجودة في قربة، وكان العرض ناجح. عرض لطفي العبدلي كان ناجح 100% على كافة الأصعدة الأمنية والجماهيرية وكل. احنا مرتاحين من الناحية ذي، ولكن ما يمنعش أن باش نعملوا على أرواحنا أمنيا. عندنا خطة أمنية بالتنسيق مع الأمن العمومي، ومع باش نجيبوا زاد ناس متعاونين ومحترفين في إن شاء الله يتعدى سلامات. احنا ماناش متخوفين. أهم المواعيد بخلاف المسابقات يعني اللي هي في إطار الهواية، وسبع عروض تقريبا ولا ستة، 7 عروض باش يكونوا في إطار الهواية. العروض الأخرى المميزة فما أسماء باش تكون حاضرة في قربة السنة، ناخذوا فكرة على أهم الأسماء. أول اسم باش يكون موجود ومعنا وأنا فخور أنه باش يكون حاضر في قربة هو الفنانة جليلة بكار. فنانة جليلة بكار باش يكون لها لقاء مع هواة المسرح يوم 5 سبتمبر، وباش يكون الحوار هذايا المنطلق نتاعو هو مسرحيتها البحث عن عايدة، باش تتبث باعتبارها المسرحية ذيك حسب تعليق الفنانة جليلة بكار هي تنجم تكون تختزل مسيرتها الفنية، طموحاتها، أحلامها، انكساراتها، تجربتها في الممارسة المسرحية في تونس. هذا هو. بخلاف جليلة بكار عندنا لقاءات فكرية مع أكاديميين، مع الأستاذ رضا بوقديدة باش يقدم لقاء فكري حول المسرح الملحمي، باش يقرب أدوات والمفاهيم المسرح الملحمي للهواة. فما ضيوف زاد باش يكونوا موجودين ان شاء الله. باش يكون الفنان نور الدين الورغي والفنانه ناجية الورغي من ضمن الناس اللي باش يكونوا موجودين معنا كضيوف شرف في المهرجان. زاد الفنان فتحي الهداوي وجهنا له الدعوه وقبلها بصدر رحب، ووعدنا انه باش يكون موجود في المهرجان حسب ظروفه. الشاعر المفاجأة الكبيرة اللي باش تكون موجودة زادة، أنا وقت اللي بعثت له الاستدعاء قلت له جميل أن يصدح صوت الشاعر مع أصوات الجرارات، فهمتني؟ وحبينا في الحفلة الكبيرة ذي يصدح صوت الشاعر فيها. دونك باش يكون معنا في أمسية شعرية برفقة الفنانة بديعة بوحريزي، اللي هو الصغير اللي هو الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد.